الماسك اللي هنعمله النهارده لتصبغات البشرة. عندك تصبغات، عندك كلف، عندك بقع في بشرتك، هتجيبي من عند العطار عرق سوس ب5 جنيه. عرق سوس شايفين الحبة دول والله العظيم ب5 جنيه، كتير جدا. هتاخديه لو اطحنيه شوية في المطحنة الحبة اللي انت هتستخدميهم للماسكات، وبعد كده تبدأي ان انت تستخدميه لبشرتك. الحبة دول ب5 جنيه، ده بجد. يلا بينا بقى نبدأ الوصفة بتاعتنا ونشوف مكونات الوصفة بتاعتنا ايه. الماسك ده هيخلي بشرتك بتنور، ما فيهاش لا تصبغات ولا فيها كلف ولا فيها بقع خالص، بالذات البقع بتاعت الحبوب. احنا خدنا معلقة من العرقسوس وخدنا معلقة من اللبن البودر. هخلط كل مكون هحطه، هبدأ ان انا اقلب. بعد كده هاخد معلقة من النشا، والنشا هنا مع الماسك مع العرقسوس، يا لهوي على الجمال. عايزه اقول لكم ان العرقسوس ده بيستخدموه في المنتجات اللي هي الغاليه جدا، فاحنا هنستخدمه في وصفات كتير أوي الفترة اللي جاية. يلا بس نكمل الوصفة بتاعتنا عشان ما تتوهوش مني. يبقى انا حطيت معلقة من العرقسوس، حطيت معلقة من اللبن البودر، حطيت معلقة من النشا، حطيت معلقة من الزبادي، حطيت معلقة صغيرة من العسل. هقلب بقى كل المكونات دي مع بعضها، اخلط لغاية ما هتشوفوا القوام بتاع الماسك بتاعك كده، هو ده اللي انا عايزاه. تاني انا حطيت ايه؟ حطيت معلقة من العرقسوس، حطيت لبن بودر، حطيت نشا، حطيت كمان معلقة من الزبادي، وحطيت عسل. 5 مكونات أجمد من بعض هيديكي ماسك كده. بصي على جماله، انتي مش هتصدقي اصلا جمال بشرتك. هيفتح لك بشرتك جدا جدا. انسي اي بقعة بقى في بشرتك، اعمليه مرة في الاسبوع، خلال شهر هتلاقي بشرتك في حتة تانية. ده اول ماسك هنعمله بالعرق سوس، اعملوه يا بنات هيعجبكم بجد. هبدأ بقى ان انا اوزع الماسك بتاعي على بشرتي كلها، هسيب الماسك قد ايه؟ 15 دقيقة. اهم حاجة قبل ما تحطي الماسك بتاعك تحطيه على بشرة نظيفة، بشرتك تكون نظيفة. تبدأي بقى توزعي الماسك بتاعك. يعني ايه بشرة نظيفة؟ تكوني غسلاها بالغسول بتاعك، غاسلة بشرتك ومنشفاها كويس. تبدأي بقى ان انت تحطي ايه الماسك الجامد جدا ده، تحطيه بقى على بشرتك كلها وتسيبيه زي ما قلت لك ربع ساعة، واغسلي وشك وهتشوفي الجمال. خلال شهر اعمله كل قد ايه؟ كل اسبوع اعمله مره، سيبيه لغايه ما ينشف، وبعد كده تغسلي وشك بميه فاتره. اهو ده شكل الماسك وانا موزعاه، لسه خالص انا عايزاه لما ينشف. ده كان الماسك اللي احنا عملناه مع بعض. شايفين الفرق بتاع بشرتي؟ والله انت هتشوفي نتيجة من اول مرة، وخلال شهر بشرتك هتبقى في حتة تانية، لا في تصبغات ولا في بقع ولا في كلف. نضارة في بشرتك فظيعة. بصي الماسك ده لازم تعمليه لو انت عندك بقع حبوب، هيخلصك منها تماما. العرق سوس للبشرة، مش قادرة اقول لكم على جماله. في وصفات كتير قوي هنعملها، بيهاتوا بقى ب5 جنيه وخلوه عندكم، عشان لما نعمل وصفات الفترة اللي جاية تعملوها معايا. بعد الماسك مهم جدا ان انت ترطبي بشرتك. انا استخدمت المرطب بتاعي اللي انا بستخدمه بعد طبعا ما غسلت وشي ونشفته كويس. حطيت المرطب اللي انا استخدمته معاكم دلوقتي، اللي هو الساتروبانتين. انا بحب المرطب ده لبشرتي، انا بشرتي مختلطة وماشي مع بشرتي. لو انت عايزة نوع مرطب معين قولي لي نوع بشرتك ايه، وانا هقول لك ايه المرطب المناسب ليكي.